وبس كده، هو ده كان فيديو النهارده. اتمنى يكون عجبكم سلام. الميكروفون يا اسطى. الميكروفون ده ولا شكارة أشناوي؟ تجيب ميكروفون بقى ولا يلا إيه؟ يا ابو ميكروفون طالع بايظ. تتكلم وانت مش معاك تجيب ميكروفون. يا عم غير الميكروفون. ميكروفون. بصوا يا شباب، انا مش هكدب عليكم، السماعه دي بجد شافت معايا كتير. فاكر اني اشتريتها بحوالي 600 جنيه من سنتين تقريبا، وكانت فعلا كويسه الحمد لله. يعني كبرت القناه بيها، بدات من 0 مشترك والحمد لله لحد 100,000 مشترك بالسماعه دي. بس كل قصه وليها نهايه. فدلوقتي هنودع ميكروفون السماعه دي بالوحش ده ميكروفون فايفاين ام 6 وصلني من شركه فايفاين في وقت قصير جدا بصراحه. فبدون اي مجامله، هو بجد وصلني في وقت يعني اقل بكتير جدا من اللي انا كنت ناوي ان هو يوصل فيه. الميكروفون بيجي في كرتونه فانسي جدا، وبصراحه تحس انك شاري حاجه غاليه بجد. يعني لما تمسك الكرتونه بيجي بقى جواها، غير الميكروفون طبعا، كتيب موجود فيه حرفيا كل حاجه هتبقى محتاجها، سواء ازاي تركبه او تستخدمه. وصدقني مش هتحتاجه، علشان كده كده هو اصلا بسيط في تركيبه وتشغيله. وبيجي معاه القعده بتاعته ووصله يو اس بي تايب سي طويله جدا. وحرفيا بس كده يا دوب تركب القعده بتاعت الميكروفون وتوصله بالوصله بتاعته في البي سي، واستمتع بالوان الميكروفون العظيمه دي. بمناسبه الالوان، الميكروفون بيجي ب8 الوان مختلفه، ده غير اصلا الار جي بي اللي هو اللون بتاعه الاساسي. زي ما انتم شايفين كده بيغير الوان طول ما انا قاعد، بيغير الوانه زي ما انتم شايفين. بس اكتر لون حبيته، اكتر لون بحبه اصلا في الطبيعي، هو اللون البيربل او البنفسجي. ويا سلام بقى لو يتضاف عليه حته زرقاء، بيودي اللون في حته تانية. من فوق هتلاقي زرار الميوت اللي هو تاتش طبعا، وسهل وسريع الاستجابه، علشان لو الحاج دخل عليك وانت بتكلم صحابك او حاجه على طول ما تسمعوش اي حاجه على طول. وهتلاقي زرار كده او سكرول في النص، ودي اكبر حاجه فيه اصلا هتشوفها اول لما تجيبه، وهي اوريدي اهم حاجه اصلا. اللي قدامكم دي سكرول الجيم والشات. لو ما تعرفوش، الميكروفون ده موجه بنسبه كبيره للجيمرز. فلو عايز توازن ما بين صوتك في اللعبه وصوتك في ديسكورد مثلا، تقدر تعمل كده وبكل بساطه. يعني اطمنوا، الموضوع بقى اسلس واسهل بكتير جدا عن زمان. ونسيت اقول لكم على حاجه، الميكروفون بيجي معاه اير فلتر كده، شكله كيوت جدا بصراحه، عليه الابتسامه اللي هي بتاعت فاين. اما بقى بالنسبه للزرار اللي تحت، فموجود زرارين. اول زرار منهم هو النويز كانسليشن، وصدقني الميكروفون من غير اي نويز كانسليشن هو مش بيطلع نويز اصلا، فصدقني مش هتحتاج زرار ده. اما الزرار الثاني ده زرار تغيير الاضاءه اللي قلت لكم عليه، وعلى اليمين خالص هتلاقي مدخل 3.5 تقدر تحط فيه السماعه، وانا بالفعل عامل كده اصلا اهو، علشان الصوت افضل وانقى واعلى بكتير جدا وهو فيها. اما بقى بالنسبه للخامات اصلا بتاعه الميكروفون ذات نفسه، فهو غالبا بلاستيك، بس بلاستيك نظيف جدا نوعا ما، وطبعا على جزء كبير جدا معدن، يعني منه الحامل ذات نفسه وبعض حاجات فيه معدن. فلو انت بتعرف تحافظ على الحاجه، هو هيستحمل معاك سنين ان شاء الله. وبما اننا خلصنا كلام عن الميكروفون، تعالوا بقى نجربه علشان اسمعكم صوته من غير اي فلاتر او اي هندسه صوتيه. انا حاطه دلوقتي في البوم ارم اللي انا اشتريتها له، لكن هو ممكن يجي لك اصلا ببوم ارم لو انت اشتريت الاي ام 6 تي، لكن الاي ام 6 العادي بيجي من غير بوم ارم اصلا. وبس كده، خلونا نجرب الصوت من كذا مكان واسمعوا بنفسكم. محمد صلاح احسن لاعب عربي وافريقي في تاريخ كرة القدم. محمد صلاح افضل لاعب عربي وافريقي في تاريخ كرة القدم. محمد صلاح افضل لاعب عربي وافريقي في تاريخ كرة القدم. طبعا الاير فلتر منع اي صوت غريب، زي مثلا لما بتقول حرف ف مثلا بتسمع صوت كده هوا في الصوت او حاجة، هنا مش موجود. اللي هو مثلا ف ف ف ب ب ب كاف كاف كاف، ما اعتقدش ان في اي صوت هوا طالع. وملحوظه نسيت اقول عليها برضو، الميكروفون دوت كوندنسر مش دايناميك. يعني لو عملت كليك بالماوس هتسمعوا الصوت، ولو اتكلمت عن بعد كبير جدا هتسمعوا الصوت برضو، ولو خبطت على المكتب هتسمعه برضو. ودي غالبا مش حاجه وحشه، دي حاجه حلوه، علشان لو انت مثلا بتلعب ميوزك او بتحب تسجل مثلا جيتار او بيانو او اي حاجه من الحاجات دي، فهتفيدك جدا. اما بقى بالنسبه للسعر، فهو المفروض ميكروفون بالمميزات دي كلها وبنقاء الصوت دوت المفروض انه يكون اغلى من كده بكتير. فبصراحه انا شايف ان سعره مناسب جدا. السعر بتاعه حاليا اعتقد $70 او حوالي 3500 جنيه مصري. ولو اشتريت الاي ام 6 تي علشان يجي مع البوم ار، ممكن يبقى ب $80، يعني حوالي 4000 جنيه مصري. كده كده كل اللينكات تحت في الوصف، او هتلاقيهم متثبتين في الكومنت الاول. الملخص ان الميكروفون دوت احسن من كذا ميكروفون في فئته السعريه، سواء من ماونو او بويا او اي حاجه من الحاجات دي. وصوته نظيف جدا وخامته كويسه علشان يستحمل، وبيجي معاك كل الحاجات اللي ممكن تحتاجها. والاهم من كل دوت انه بينور.
هو ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. فيديو بسيط بوريكم فيه الميكروفون اللي جالي، وفي نفس الوقت كمان لو حد حب يشتريه او حاجه، اهم حاجه ما تنسوش تشيكوا على اللينكات في الوصف. شكر كبير جدا وخاص لشركه فاين على الميكروفون، وان شاء الله ما يكونش اخر تعاون. وما تنسوش ان فاين اختصار لفاين، يعني كله تمام، كله فل، كله اليستا. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، واسف على السحبه والتاخير عليكم، بس والله العظيم مشغول جدا اليومين دول، امتحانات وجامعه ومشاكل وقرف، معلش. وبس كده، سلام.